السلام عليكم عزيزي الرايق، اهلا بيك واهلا بكل الناس اللي بتتفرج عليا. النهارده في الفيديو ده هنوضح معلومات مهمة جدا عن المنتجات اللي بتيجي من الصين. المنتجات اللي انتم مهتمين بيها، احنا معظم المراجعات اللي بنزلها هنا على القناة منتجات فئة اقتصادية، فغالبا المنتجات الفئة الاقتصادية كلها بتتصنع في الصين. كوبي سامسونج، كوبي ابل، كوبي هواوي، كوبي ايربودزات، كوبي كده. فانتم مهتمين، او القناة هنا الحمد لله وصلنا ل 50,000، فيعني مهتمين باللاين ده من المنتجات. فاحنا جايين النهارده نوضح شويه حقائق عن المنتجات دي مهمه جدا. لو هتشتري منتج من المنتجات دي مهم جدا تسمع الفيديو ده. بعد جدال كبير مع ناس كتير، مع عملاء كتير في المنتجات اللي بتيجي من الصين، ليه ده ارخص من ده وليه ده اغلى من ده، ليه المنتج ده هنا ب 1000 وده وهنا ب 700، ليه؟ انا النهارده جاي اوضح لك الحقيقه يا معلم. شايف الساعات دي؟ الساعات دي كوبي لساعه سامسونج الجديده، بصوا نفس الشكل. تعال بس نقرب الكادر كده عشان نعرف نشرح. المفروض ان دي ساعه سامسونج الجديده او كوبي سامسونج الجديده اللي اصلا لسه ما انتشرتش في السوق. الساعه دي هتبقى ترند الفتره الجايه. طيب دي لو قدامك في صوره ودي قدامك في صوره، حتى داخليا مش هتعرف تفرق بينهم. لكن انا لما تجيبهم جنب بعض كده هتعرف ان دي درجه ودي درجه ملهاش علاقه بدي خالص. ممكن تكون دي الاصليه، صح، وممكن تكون دي الاصليه، لسه مش عارفين. طب تعال نفتح بقى الكرتونه مع بعض كده. تعال نفتح الكرتونه. بص كده، طبعا اجيب لك دي لونها سيلفر ودي لونها اسود عشان نعرف ايه نفرق بينهم. بص يا صاحبي، دول الشكل واحد، مفيش اختلافات. الساعتين نسخه طبق الاصل. يعني لو جبت لك من دي السودا مش هتعرف تفرق بينهم، هينتهوا من بعض. انا هعرف افرق بينهم بس انا بتكلم عليك انت اللي هم مش معاك ومش حاططهم جنب بعض. بص الساعتين يعني بالملي. خليني بس اشيل لك اللزقه بتاعت الساعه دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بص كده، مفيش اي اختلافات في اي حاجه غير اللون، صح كده؟ خليني بقى اقول لك اللي انت مش شايفه. الساعه دي الشاشه الداخليه بتاعتها اكبر من دي، ملاحظ؟ ملاحظ؟ اطار دي كوبي من الاصليه، دي فيها حته جوه اهي، شايفها؟ ده اول اختلاف. بسم الله، قبل ما نفتح يعني قبل ما نفتح الساعه، لو فتحنا الساعتين كده وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم هتلاحظ بقى ايه الفرق هنا بقى. بص الشاشه دي، بص النسخه او الفرزه الاولى، بص كده الشاشه بتاعتها والاولوزون ديسبلاي. بص حتى الويك اب، يعني لو بص كده الويك اب بتاعها ممتاز. بص كده، بص هنا الشاشه، السطوع ضعيف. الالوان هنا الوان، يعني هعرفك اكتر بموضوع الالوان ده لما نخش على القايمه. بص كده، ملاحظ حاجه مع اني مقلل السطوع بتاعي دي كمان؟ بص الشاشه هنا لا تقارن واكبر من هنا، والشاشه هنا اكبر من هنا. تمام، دي حاجه. يعني انا مش عايز اطول بس عليك الفيديو. طيب لو جينا بالخلفيه من بره، بص السوفت وير هنا زي الاصليه، تقدر تغير الوان. السكرول هنا ما بيعملش صوت. بص كده الخلفيات، السكرول هنا ما بيعملش صوت وغطسان زي الاصليه بالظبط. بص بقى السكرول هنا طالع ازاي، طالع ازاي وبيعمل صوت ازاي. بص بص. لو احنا دخلنا جوه كده ودخلنا مثلا على الاعدادات هنا وعلى الاعدادات هنا، بص الخط، بص حتى السوفت وير هنا جايب لك ايقونات، هنا مش جايب لك اي حاجه يا معلم خالص. يعني ده اختلاف تاني. ايه اللي بالظهر كده؟ ظهر بلاستيك كواليتي تعبانه جدا، حتى الاربع مسامير واللوك عيره. مش مفيش اصلا ولا اربع مسامير ولا لوك. ايه اللي بالظهر هنا؟ لوك تقفيل زي الاصليه، ظهر مغطى بطبقه حمايه. بص كده، اختلاف كبير جدا، اختلاف كبير جدا. هنا مفيش حساسات اصلا. هنا بص الحساسات واضحه وباينه ازاي. بص. فانا عايز اقول لك ان هي ما عادتش بالشكل خالص ولا بشكل الكرتونه، يعني خالص ولا بشكل الكرتونه. طبعا برنامج دي غير برنامج دي، صوت دي غير صوت دي، في اختلافات كبيره جدا. بس انا مش عايز اطول وقت الفيديو عليك. انا قلت لك الاختلافات الظاهريه اللي تقدر تشوفها بعينك، ما بالك بقى بالحاجات اللي هي ايه في السوفت وير بقى والصوت بص حتى البوصله يا جماعه في النسخه النظيفه، بص كده حوار. وهديك برضو مثال كمان على منتج مشهور جدا. شايف السماعه اللي ظهرت جنبي دي؟ ده برضو موجود بتفاوت اسعار كبيره جدا. اللي عنده ب 150 واللي عنده ب 400 واللي عنده ب 900، هي نفس الفكره بالظبط. فالقصه باختصار ان اي شركه صينيه بتصنع منتج معين، اي واحد معدي في الشارع بيجي داخل اعملوا لي المنتج ده بالمواصفات اللي انا عايزها بالسعر اللي انا عايزه. الا طبعا الشركات اللي بتطلع نسخ اصليه. بص هقول لك حاجه، برضو الشركات اللي بتطلع نسخ اصليه زي شركه جاي روم، زي شركه تيلزيل، زي شركه مثلا اوريمو، بيبقى فيه تقليد ليهم بس مش منهم. تقليد ليهم بس مش منهم. حاجات بقى شركات تانية بتعمل شغل كده تحت بير السلم زي ما بنقول هنا بالمصري.
فانت يا معلم خد بالك من النقطه دي، ما تجيش ابيع لك ساعه زي دي ب 1575 جنيه تقول لي عند فلان ب 1000 جنيه. طب ما ام 1000 جنيه، ام 1000 جنيه وفتحتها قدامك. هي دي الفكره يا راجل. ده حتى الساعه دي 1 اللي لسه نازله السوق، الساعه دي 1 انا شفت عليها المصنع ده مصنع محترم جدا، والنسخه الاصليه من الساعه دي رهيبه، هينزل عليها فيديو هنا قريب. شفت ناس كاتبين هنا اسماء براندات اتش كي واكس انوفا، يعني برضو من الساعه دي نفسها، بس برضو في اختلافات بينها وبين الدي تي اللي بتنزل من الشركه الاصليه. وبرضه في ناس بتبيعها ب 1500 جنيه، وفي ناس بتبيعها ب 2000 جنيه، وفي ناس بتبيعها ب 1200 جنيه. قيس على كده يا معلم 90% من المنتجات اللي بتنزل السوق المصري ممكن انا ابقى قاعد هنا ارن على مصنع في الصين اعمل لي ساعه بالمواصفات الفلانيه وابعت لي منها 1000 قطعه، لا انا فهمت الساعه دي فيها ايه، ولا المصنع عمل لي ايه، ولا راقبت على المنتج بتاعي. بس في مستوردين ناس محترمه بتسافر بنفسها المصانع وتقف على شغلها وتشوف شغلها، وفي مراقبه جوده وانا عايز بمواصفات معينه. ده يستاهل تدفع فيه زياده. يعني انا اجيب منتج ب 1000 جنيه ارميه، ولا اجيب منتج ب 1500 جنيه يقعد معايا ويعيش معايا سنه ولا اتنين؟ فاهم قصدي؟ فهي دي الفكره يا جماعه في المنتجات الصيني. طب اعمل ايه بقى يا محمد علشان ما اقعش في المشكله دي ما ينضحكش عليا واشتري منتج مثلا يكون مضمون؟ حتى لو اشتري منتج صيني فانا عايز منتج صيني درجه اولى. بكل بساطه خالص يا صديقي، اشتري من حد معروف ومضمون وليه اسمه. حتى لو هتشتري اونلاين اشتري من حد انت شايف ان بيتقي ربنا في شغله. اشتري من حد ليه اسمه في السوق. حتى لو هتنزل تشتريها يا معلم من محل، خلي بالك انت ما معكش النسخه الاصليه عشان تقارن بينها وبين اللي هتشتريها. يعني انت هتروح تشتري دي وهتفكر ان هي الاصليه، ليه؟ ما انت ما معكش حاجه تقارن بيها، معكش حاجه جنبها. فاهم قصدي؟ فبرضو انك تشتريها من محل جنبك او تشتريها من المواقع المشهوره اللي بتديك 14 يوم استبدال واسترجاع. بص المواقع المشهوره انا مش هذكر اسماء طبعا، بس في موقعين انتوا عارفينهم مشهورين جدا، اشهر موقعين في مصر وفي الوطن العربي اصلا، اللي بيبيع عليهم تجار. انا ببيع عليهم، كنت ببيع عليهم الحمد لله اللهم عافاني يعني، كنت ببيع عليهم تمام. لكن برضو فيهم حوارات كتيره جدا. فالقصه والله انت في هتشتريها من اي حد اونلاين، من الشارع، من محل، من موقع مشهور، من المصنع نفسه، انت ممكن ينضحك عليك. فانا كل اللي اقدر اقوله لك اشتري من حد انت واثق فيه، واثق انك تعرف تتكلم معاه، حد بيتقي ربنا، حد محترم. انا عارف الموضوع ده بقى صعب اليومين دول، لكن والله في ناس محترمه كتير. والله يا جماعه في ناس بتاكل عيش بضمير، بس للاسف الناس اللي ما عندهاش ضمير هي اللي بتفتعل المشاكل. انا لسه عامل بلوك الاسبوع اللي فات لواحد على قناه اليوتيوب علشان نفس القصه دي. دخل كتب لي كومنت او كومنتات على كل الفيديوهات بتاعتي. سيبك بقى من اسطوانه باللفظ كده والله، سيبك بقى من اسطوانه ان المنتجات الصيني فيها درجات، المنتجات الصينيه كلها وحشه، انت بتقول كده عشان تبيع. طب يا صديقي انا اثبتت لك كلامي في الفيديو ده، انا اثبتت لك كلامي في الفيديو ده عملي مش نظري. مش جاي اتكلم معاك واقول لك كلمتين وارميهم وخلاص زي كل الناس. فاتمنى تتقي ربنا. انت لو حد زقك عليا، لو حد والله وانت من حد منافس وزقك عليا داخل تعمل كده عشان تاذيني في اكل عيشي، في اكل عيشي، مش هتعمل كده، مش هتعمل اللي انت عملته ده. فانا الكلام ده نصيحه اخويه لكل الناس، نصيحه اخويه لكل الناس. وانت بتشتري اشتري من المكان الصح، اشتري من حد مضمون، انزل اشتريها بنفسك. طب ما معكش النسخه الاصليه يا عم كلمني وانا هساعدك. شوف في ناس يا جماعه، انا مش عايز ارشح لكم حد، انا عشان انا يعني شهادتي مجروحه، انا ببيع كل المنتجات دي فضل ربنا. بس برضو مش عايز اقول لك اشتري من عندي، والله الموضوع ده مش فارق معايا، بس انا بوضح علشان الجدال اللي حصل الفتره الاخيره. اشوفكم في فيديو جديد، وانا اسف على الاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.